مشكلة بوت الويندوز هي من المشاكل المنتشرة لما بنيجي نشتري جهاز جديد سواء لابتوب او كمبيوتر، او لما بنيجي نسطب نسخة ويندوز بعد فترة بنلاقي الويندوز بطيء والدنيا ما بقتش احسن حاجة. في الفيديو ده هوريك طرق مختلفة هتحل معاك المشكلة دي او هتساعد في حل المشكلة، وهقول لك برضو على طريقة في اخر الفيديو لو انت النت عندك بطيء هتسرع النت عندك وفي نفس الوقت هتحسن من ادائه. تابع معايا الفيديو. فيديو جديد لأكتر مشكلة بتواجه كل الناس واكتر سؤال بتسأله اللي هو ازاي اخلي الويندوز بتاعي يرجع زي ما اول ما سطبته او زي اول ما جبت الجهاز او كده. طبعا مشكلة بطء الويندوز بترجع لعدة اسباب، ومن ضمن الاسباب دي فكرة المساحة. لو المساحة قليلة في البارتيشنز هتلاقي الجهاز بتاعك بطيء ما بياخدش راحته في الشغل، او لو انت مش موفر له المساحة الكافية ان هو يشتغل فيها مش هيشتغل باحسن اداء ليه. ففي الفيديو دوت انا هوريك ازاي تقدر تفضي مساحة بحيث ان كل البرامج بتاعتك تشتغل بسرعة، بحيث ان انت لما تيجي تشتغل مفيش حاجة تأثر عليك ولا تحتاج تراستر اللاب او الكمبيوتر او اي جهاز انت شغال عليه او تحتاج ان انت تمسح او تعمل اي حاجة. فتابع معايا الفيديو ويلا بينا نخش على اول طريقة. اول طريقة عندنا ويعتبر هي اهم واحدة فيهم وهي فكرة تقسيم البارتيشن. طول ما انت مقسم المساحة بتاعت الجهاز بتاعك تقسيمها صح على البارتيشنز، وخصوصا بارتيشن اللي هو اهم واحد فيهم اللي هو بارتيشن السي، لان بارتيشن السي بيبقى فيه اهم الفايلز اللي بتشتغل بيها البرامج، يعني بيكون فيه الفايلز الاساسية اللي بتشتغل عليها البرامج بتاعتنا، وكمان في نفس الوقت بيكون فيه السيستم بتاع الويندوز نفسه او الماك او اي حاجة. فطول ما انت مدي البارتيشن دوت مساحة اكبر من اللي هو محتاجها طول ما جهازك هيشتغل بأداء احسن وطريقة احسن تناسبك في شغلك ويتسرع معاك الدنيا. فعشان كده اول واهم طريقة هي تقسيم البارتيشنز. انا طبعا كنت منزل فيديو قبل كده على القناة اللي هو يعتبر اول واحد وهو ازاي تقسم البارتيشنز اللي عندك، فشوفوا لان انا كنت معلمك ازاي تقسم البارتيشنز بطريقة صح وازاي تدي السي المساحة اللي هو محتاجها من غير ما تبوظ او تعمل دامج للداتا بتاعتك. تاني طريقة عندنا يعتبر من الطرق المشهورة واعتقد اغلب الناس عارفينها وهي فكرة ان احنا نمسح التمبري فايلز والكلام ده كله. فيعتبر دي برضو من الطرق المهمة لان احنا شغالين برامج زي مثلا كروم او مثلا لو حد بيعمل مونتاج، لو حد بيشتغل برمجة والكلام ده، فطول ما انت شغال على البرامج زي ديت بتكون هي بتستخدم داتا من الجهاز بتاعك، فبالتالي بيبقى فيه كاش ميموري والحاجات ديت، فانت مفروض ان انت تمسحها اول باول. وانا بنصح دايما ان انت اول ما تشتغل على الجهاز بتاعك او قبل ما تقفله لما تخلص شغلك ان انت ممكن تمسحهم، لانهم حرفيا ما بيكملوش معاك دقيقة وانت بتمسحهم، سواء قبل ما تخلص شغل او قبل ما تقفل اللاب وبعد ما تفتحه مثلا ان انت هتشتغل عليه خلاص. فامسحهم اول باول بحيث ان انت تفضي مساحة معاك اكتر، اللاب ما يبطاش، فتاخد شغل احسن وبرفورمانس احسن من الجهاز بتاعك. فهنروح اول حاجة نفتح السيرش ونكتب رن، او ممكن نعمل ويندوز ار على طول بحيث ان هي تفتح عندنا، وهنكتب اول حاجة او اول امر عندنا وهو temp هيفتح عندنا القائمة بالشكل دوت. هندوس كنترول ايه ونمسح كل اللي موجود فيها لان دوت بيبقى الملفات المؤقتة، فدي ملهاش اي 30 لازمة يعني، صح وخلاص. هتلاقي بيبقى معاك ملفات زي كده، ممكن تعمل تراي اجين، لو ما اتمسحتش اعمل اسكيب وخلاص لانها بتبقى ملفات شغالة انت شغال بيها دلوقتي فما ينفعش تتمسح. خش على تاني امر وهو تمب برضو، بس هنعمل العلامتين دول قبلها وبعدها، برضو هتتفتح عندنا قائمة بالشكل دوت، هنمسحها، هنختار كله بكنترول ايه وهنمسحها كلها. تالت حاجة وهي بريفيتش، بعد كده هندوس انتر وهنختارها برضو كلها ونمسحها لان برضو هي ملفات ملهاش لازمة، هي temporary files او كاش او حاجات ديت، فالحاجات دي كلها ملهاش اي لازمة ومش هتأثر على الداتا بتاعتك. بعد كده هنروح على الامر اللي بعده وهو clean mgr، ده برضو بيعمل نفس الكلام، بيمسح الملفات المؤقتة بس اللي موجودة على الجهاز نفسه او على السي نفسها من جوه. فبتختار البارتيشن اللي انت عايز تمسح من عليه الملفات دي وبعد كده بتدوس اوكي، فبيحمل عندك بالشكل ده، سيبه يحمل لحد ما يخلص وبعد كده بيكون مسح الملفات. ولو رحت تشوف المساحة هتلاقي ان في مساحة فعلا فضيت من جهازك وهتلاقي ان انت بقى الجهاز فيه مساحة اكتر. تالت طريقة عندنا وهي ان احنا نروح نشوف البرامج اللي احنا ما بنستخدمهاش او اللي احنا منزلينها عندنا وملهاش اي استخدام، سواء بقى استخدام يومي او استخدام اي حاجة. طبعا البرامج دي بتاخد مساحات كبيرة ويعني بتخلص المساحة عندك على الفاضي، وبرضه في نفس الوقت يفضل شغال عندك في النظام، فده بيؤدي لان هي بتاخد مساحة اكتر لان طول ما هي بتشتغل طول ما هي بتستهلك مساحة. فانت اول باول شوف البرامج اللي انت ما بتستخدمهاش او اللي مش مهمة عندك ومسحها. وعشان نعمل كده احنا عندنا طريقتين، ممكن من الكنترول بانل ودي الطريقة القديمة وديت اللي انا بفضلها لان هي بتمسح البرامج، يعني بتجيب لك كل البرامج اللي على الجهاز وتمسحها، او ان احنا
طبعا ويندوز 11 وويندوز 10 عليهم فكره السيتنج، فانت بتروح تفتح السيتنج وتروح تعمل انستول للبرامج اللي متثبته. فانت شوف انهي اسهل لك وانهي طريقه بتفضلها اكتر، وروح امسح الملفات او البرامج اللي ملهاش لازمه، زي البرنامج مثلا اللي انا مسحته دوت دلوقتي، ده برنامج ملوش لازمه بالنسبه لي فانا همسحه. رابع طريقة عندنا وهي ممكن تكون سهلة شوية بس هي بجد بتفرق قوي وبتوفر مساحة عندنا، وكمان بتحسن اداء البرامج لان هي بتعمل اوبتمايز لبارتيشن السي، فبالتالي الفايلز اللي جوه البارتيشن بتتحسن وكمان ادائها بيتحسن، فبتلاقي الشغل معاك اسرع والبرفورمانس احسن. هنروح على ذيس بي سي عادي، بعد كده هنروح نقف على بارتيشن السي، هندوس على بريبيرتس، وبعد كده هنختار تولز، وبعد كده اوبتمايز، وبعد كده هنختار البارتيشن السي ونعمله اوبتمايز ونسيبه يحمل براحته. هو ممكن ياخد عندك وقت بس انا مش هياخد عندي وقت لان انا بعملها على طول، فبالتالي مش هتاخد عندي وقت كتير. بعد كده ندوس اوكي. خامس واخر طريقه عندنا وهي ان احنا هنحسن كارت الدي ان اس. كارت الدي ان اس دوت هو اللي مسؤول عن النت اللي بيوصل لللاب، فاحنا هنحسن اداؤه بحيث ان هو لو بطيء او في مشكله او من كتر استخدامه هو بيعمل كاشز وتمبرري فايلز والكلام ده، فاحنا هنمسحها في نفس الوقت هنحسن من ادائه. فتابع معايا ازاي هنعمل كده. هنروح نفتح السي ام دي بس هنشغله ران از ادمنستريتور، وبعد كده هنكتب الكود دوت ib-config /flush dns. طبعا كل الكودز ديت هتظهر على الشاشه عادي. بعد كده هندوس انتر، هيجيب لنا كده، فبالتالي هو كده حسن كارت النت عندنا، وهتلاقي الاداء بتاع النت بقى اسرع وما بقاش يبطأ زي الاول وكده. بس كده وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم والشرح كان سهل. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك لان ده بيفرق قوي وبيساعدني ان انا اعمل لكم فيديوهات تفيدكم اكتر، وفي نفس الوقت الشرح يبقى احسن. وبرده ما تنسوش تعملوا فولو عشان يوصلوكم كل جديد.